ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وملخص جديد جاي لك النهارده. صاحبي بينمي خطير بيتكلم عن كناتا الجوال الضعيف اللي بيعتمد على صاحبه في كل القتالات، وفي يوم من الايام بيكتشفوا مكان مجهول وبيلاقي كناتا حاجه بتقلب حياته كلها وتخليه يكتشف قدراته الحقيقيه. بيدخلوا في رحله خطيره هدفهم منها ان هم يثبتوا نفسهم للعالم وفي نفس الوقت يعرفوا كل حاجه عن ماضيهم المجهول. بيبدا الانمي بتاعنا في مكان غريب وبيكونوا طوكيو وكيناتا بيفحصوه، وبيخرج طوكيو الاول وبيفضل ينادي على كيناتا ويقولوا ان هم لازم يخرجوا قبل ما الدنيا تمطر ويتلوثوا. لكن بيلاقي كيناتا حاجه مش متوقعه، وهي بنت غريبه نايمه على الورد ومش حاسه باي حاجه حواليها. بينادي طوكيو عليه تاني وبيقول له انت لقيت بنت حلوه ولا ايه؟ وبيروح له وبيتفاجئ ان كلامه صح فعلا. بيقول له كيناتا ان هم لازم ياخدوها معهم، وفجاه بيهجم عليهم وحش آلي ضخم شبه العنكبوت. بيتواصلوا مع الحارس موتون وبيطلبوا منه ان هو يبعت لهم التابوت. وبيقول طوكيو ان هم نسيوا ان الوحوش بتخرج لما الدنيا بتمطر. بيظهروا 3 كمان منهم وبيوصل لهم التابوت، وبيكون عباره عن كائن آلي بيتحكموا فيه وبيقتلوا من خلاله، بيسموه التابوت. بيدخل طوكيو جواه على طول وبيكون كيناتا محتاس مع البنت وبيحاول ان هو يجرها برا المكان، وبيقول له طوكيو ما يقلقش وانه هيحمي ظهره. بيحاول ان هو يشتت انتباه الوحوش ويخليهم يهاجموه هو، وبيواجههم كلهم لكن كل شويه عددهم بيزيد، وبيلاقي مجموعه كبيره من الوحوش الآلية قدامه. بيكون كيناتا وصل الحافله بتاعتهم وبيشغلها، وبيخرج طوكيو وراه على طول وبيهربوا من المكان، لكن بيفضلوا الوحوش وراهم. بيحاول طوكيو ان هو يخلص على اكبر عدد منهم، لكن الذخيره اللي ما بتخلص، وبيقول له كيناتا ان هم كده مش هيدخلوا المدينه بيهم وكده ممكن يطردوا. بيضطر ان هو يستخدم المتفجرات اللي معاه، وبيقول انه ما كانش عايز يهدرهم على شويه حشرات زيهم، لكن للاسف مفيش حل تاني. بيدي عليهم كلهم بالمتفجرات وبيكون فخور بنفسه جدا. بيفضل كيناتا هو اللي سايق، وبتكون البنت اللي خدوها لسه فاقده الوعي. وبيوصلوا اخيرا المدينه بتاعتهم، وبتكون مدينه غريبه واعتمادهم كله بيكون على الالات المختلفه. بيجي تاني يوم وبنشوف شخص اسمه مايكل، وبيكون معاه بلوره ضخمه والكل بينبهر بيها، لكن مره واحده بيظهر طوكيو وبيكون معاه بلوره اكبر، وبيلتفتوا الناس ليها وبتعجبهم اكتر. بيفضلوا يحسدوه على حظه، وبيتعصب مايكل جدا وبيتخانق معاه. بتروح لهم القائده مام وبتوقفهم، وبتدي طوكيو اجره هو وصاحبه، وبيفضل يتباهى بنفسه وبيقول ان اي حد عايزه يعزمه على حاجه يروح وراه، وبيمشي مع صاحبه كيناتا. بنشوف بنت بتبص على كيناتا بطريقه غريبه وبتفضل مركزه معاه، وبتقول لها صاحبتها ان هو ناوي يعمل حاجه. بترد عليها على طول وبتقول لها انها مش مهتمه بيه خالص ومش عايزه تعرف هو بيعمل ايه. بتسيبها صاحبتها وبتقول لها انها تروح هي وراه، وبتتضايق البنت وبتضطر تروح معاها. بينقل كيناتا البنت لاوضه الفحص، وبتعرف انها مش بشريه وانها من كائنات المغوص، وكائنات دول هم اصدقاء الانسان وبيساعدوه في كل حاجه. وبيقول انها متعطله ولازم يفحصها، لكن فجاه بيسمع صوت البنت بتنادي عليه وبيخرج على طول وبيلاقيها هي وصاحبتها، وبتكون صاحبتها بتفتش في حاجته وبترميها بعيد. بيلحقها كيناتا وبيقول لها ما ترميش حاجه الناس كده، فبتقول له البنت ان طوكيو خد الفلوس وخرج واكيد هيصرفهم كلهم ويرجع له من غير ولا مليم. بيرد عليها وبيقول لها ان هو حاول يمنعه ويقنعه ان هم يقسموا الفلوس في الاول لكنه فشل. بتقول له ايه ان هم عرضوا عليه 101 مره ان هو ينضم لفريقهم، وهو اللي رفض، وانه لو فضل مع طوكيو فمش هيبقى ليه مستقبل كويس. بتطلب منه تاني ان هو ينضم ليهم، وبتقول له ان هو هيحصل على تابوت من احدث طراز وهيترقى بسرعه. بيحزن كيناتا شويه وبيقول لها ان هو مش شاطر زيها، وحتى لو انضم ليهم مش هيقدر يحقق حاجه. بتقول إيلي كده المحاولة ال102 فشلت. بتدخل صاحبتها أوضة الفحص وبيصرخ كيناتا ما بيبقاش عايزهم يشوفوا البنت الآلية. بتروح لها إيلي وبيصرخوا هما ال3، وبيقول لها كيناتا انت فاهمة غلط، وانه لقاها بين الأنقاض وانه ما شافش النوع ده قبل كده فجابها معاه علشان يفحصها. بتتعصب إيلي جدا وبتسيبهم وبتخرج، وبتروح صاحبتها إنجي وراها، وبتفضل إيلي تعيط لها وبتقول لها إنجي أنا نصحتك قبل كده انك تتجوزيه على طول وتربيه. بتفوق البنت الآلية وبتسأل كيناتا ايه المكان ده وهي مين أصلا. بيستغرب كيناتا انها ما تعرفش هي مين اصلا، وبيعرفها على نفسه وبتحفظ اسمه على طول. بيقول لها ان هو بيحب يجمع الحاجات القديمه والخرده، وانه بيتمنى ان هو يروح استوار في يوم من الايام، وان دي مدينه اسطوريه كانت موجوده قبل ما تحصل كارثه القمر الجديد المشهوره. وبيقول لها ان في ناس بيقولوا انها مجرد اسطوره لكنه متاكد انها حقيقيه. بتقطع البنت وبتقول له يعني ايه غساله هدوم. بيتعصب كيناتا وبيقول لها ده كل اللي لفت انتباهك بعد كل الكلام ده؟ بنشوف طوكيو ومايكل وبيحتفلوا وبيفضلوا يشربوا، وبيقول له مايكل اجمد كده الليله لسه في اولها. وما بيعديش كام دقيقه وبيقعوا الاتنين على الارض وبيروحوا في سابقه نوم. بيكون كيناتا خد البنت وبيقول لها ان هم يروحوا الماريا، وانها تبقى اخت إيلي وعندها خبره في تصليح الالات واكيد هتعرف تفحصها وتصلحها. فجاه بيلاقوا صاروخ فوقهم وبيتفاداه كيناتا باعجوبه، وبيقول انها كده بترحب بيهم. بيقابلوها وبيزعلها كيناتا وبيقول لها انت عايزه تقتلينا يا بنت انتي. بتقول له يعملها كويس علشان تجوز اختها إيلي. وبتشوف البنت اللي معاه وبتستغرب وبتقول ان نوعها مش معروف. بيرد عليها وبيقول لها انها مش عارفه حتى اسمها وما بتعرفش تعمل اي
اي حاجه، مش قويه زي باقي كائنات المغوص، ولما بتمشي شويه كمان بتقع. بتؤمر ماريا كائنات المغوص الخاصين بيها ان هم يفحصوها وبتطلع سليمه 100%، وبيغيروا لبسها وبتبقى زيهم، لكن بتفضل مصممه انها تلبس الجاكيت الضخم بتاعها اللي بتلبسه غلط اصلا. فجاه بتجيله اشاره ان الوحوش هيهجموا على المدينه، وبتؤمر القائد امام رجالتها ان هم يجهزوا للقتال. بيحاولوا ان هم يصدوا الوحوش علشان ما يدخلوش المدينه، لكن بيبداوا الوحوش ان هم يطلعوا على الحاجز ويكسروه. بتقول مام ان هم ما ينفعش يسمحوا لهم ان هم يوصلوا للمنطقه السكنيه، وبيرجعوا كايكل وطوكيو وبينضموا للباقيين في القتال. بيقول مايكل ازاي مكتب الارصاد غفل عن جيش ضخم زي ده، وبيرد واحد من فريقه وبيقول ان اكيد حد جذبها لهنا من بعيد. بيتفاجئ وبيقول مين الغبي اللي عمل كده، وبيقول ان مفيش اغبياء في المدينه دي غير 2 بس، وبيكون قصده على طوكيو وكيناتا. بيدخل طوكيو في اخر لحظه وبينقذ مايكل من الوحوش، وبيقول له ما تقلقش طول ما انا موجود هنا. بيتعصب مايكل وبيقول ان ده دليل على انه هو السبب في كل اللي بيحصل ده، وان هم لما يطهروا المكان من الوحوش هيحاسبوه هو وصاحبه الغبي كمان. بيروح كيناتا لإيلي بالحافله الضخمه، وبتتفاجئ وبتقول له ان هو لازم يهرب، وانه مش زيهم ومش هيقدر يقاتل الوحوش ويعطلها. وبتقول له كمان ان مايكل في طريقه ليها. بيخرج كيناتا من المكان وبتقول لها انجي انها ما كانش لازم تقسى عليه كده. بترد عليها وبتقول لها انها تتاسف له بعد ما يخلصوا من كل ده. بيخرج كيناتا من المكان وبيرجع المخزن وبيقول للبنت ان إيلي ما تعرفش حاجه عن الموضوع، لكنه عمل اختبار للانضمام لفرقتها بالفعل من 3 سنين، وقالوا ان هو ما عندوش الموهبه ما ينفعش يبقى معاهم. وساعتها طوكيو هو اللي خده واعتنى بيه، وقالوا ان العالم لسه ما عرفش قيمته وقدراته الحقيقيه. وبيقرر انه ياخد التابوت ويرجع تاني لساحه القتال، وبيقول لنفسه انه هيقدر يعملها ويثبت نفسه ليهم كلهم. بتروح البنت وراه وبتطلب منه ان هو يفتح التابوت ويدخلها، وبيكون طوكيو واقف بعيد وبيتفرج عليه، وبيقولوا الحارس مش هتساعده. بيرد عليه وبيقولوا ان دي فرصته ان هو يثبت نفسه وانه مش هيتدخل فيها. بتساعده البنت وبتحول نظام التابوت كله وبتخليه يقدر يشوف كل حاجه بره، وبتساعده كمان انه يحدد اماكن الوحوش ويضرب عليهم. بتخلص ذخيرته وبتقول ان هم مش محتاجين ذخيره اضافيه وانه هيهجم على الوحوش بنفسه. بيجمع كيناتا شجاعته وبيهجم على الوحوش الضخمه اللي كلهم فشلوا في مواجهته، وبيقدر فعلا ان هو يقضي عليه وبيقسمه نصين وبيتبخر الوحش. بيخافوا الوحوش وبيخرجوا من المدينه وبيلاحقوهم بالتوابيت وبيدمروهم بالكامل. بيكون كيناتا مذهول من اللي البنت خلته يعمله، وبيظهر اسم نوار على الشاشه وبيقرر ان هو يناديها بالاسم ده. بتخلص المعركه وبيكون التابوت اللي استخدمه شبه اتدمر، وبيقولوا الحارس موتون ان هو ما قدرش يجاري ردود افعال نوار. وبيقول طوكيو انها ممكن تكون من نوع الصفر اللي بيسمعوا عنه. بيتفاجئ كيناتا وبيقول معقوله تكون دي حقيقتها فعلا. بتكون نوار قاعده على الارض وفجاه بتفقد توازنها وبتقع. بيروح لها كيناتا على طول وبيقول لها طوكيو ان هو لازم يصلح التابوت ده ويشتري واحد جديد، وبيرد عليه وبيقولوا ان هو مخلص عليه كل فلوسه وانه مش معاه فلوس يشتري قطع غيار حتى. وبتروح لهم ماريا وبتقول له يتصرف زي الجوالين ويروح يدور على كنز مثلا، وبتقول انها معاها قطع غيار وبتخليه ياخد اللي هو عايزه. بيشكرها كيناتا وبيسالها عن اي مكان تاني ممكن يشتروا منه قطع غيار توابيت. بترد عليه وبتقول ان هو ممكن يلاقي في الانقاض اللي لقى فيها نوار، واكيد تابوتها القديم لسه هناك، وممكن كمان ذاكرتها ترجع لها لما تروح. بيجي اخر اليوم وبيروحوا نفس المكان المهجور، وبتكون ماريا معاهم علشان ترشدهم. بيدخلوا كلهم وفعلا بيلاقوا التابوت الضخم بتاعها، لكنها ما بتفتكرش اي حاجه. وبيقول طوكيو ان اتعمل عليه تعديلات كتيره لكن هيكله السفلي لسه اصلي. وبيلاقوا ان هو تابوت اماسيان، وده نوع من انواع التوابيت لكنه مميز جدا ومش منتشر. وبيقول موتون انها كده ممكن تطلع فعلا نوع الصفر. بتفحص ماريا التابوت لكن ما بيظهرلهاش اي حاجه غير اسم باسكالي. وبيقول كيناتا الاسم لنوارا، وبيقول لها ما بيفكركيش بحاجه الاسم ده، وردها كالعاده بيكون انها مش عارفه. بتلاقي ماريا كاميرا صغيره تحت المقعد وبتديها لكيناتا، وبتقول لهم انهم ممكن يلاقوا فيها سجلات عن حياه نوارا القديمه. بنشوف إيلي وإنجي في مصنع ماريا وبيكونوا رايحين علشان يستلموا تابوت إيلي اللي كان بيتصلح. بتسال المساعدين بتوعها عن ماريا وبيقولوا لها انها مع كيناتا وطوكيو، وبتتفاجئ اول ما بتسمع اسم كيناتا وبتحاول انها تبين انها مش مهتمه. وفجاه بيلاقوا حافله كبيره ومبهرجه داخله على المكان، وبيلاقوا 2 خارجين منها وبيتفاجئوا اول ما بيشوفوهم. بتقول إنجي مش ده مساعد قائد الفرقه السابق. بترد عليها وبتقول هو بعينه رنجي الكلب. بنرجع لكيناتا والباقيين وبيخرجوا من المكان وبيرجعوا المقر بتاعهم، وبتقابلهم مام وبتقول لماريا ان آلة الماجوس اللي كانوا طالبينها وصلت. بيستغرب كيناتا وبيسالها ليش اشترت واحده كمان. بترد وبتقول انها محتاجه عدد كبير يشتغل معاها في مجال تطوير الصواريخ. وبتروح لها البنت وبتقول لها انها في رعايتها دلوقتي. بتدوس ماريا على الزرار اللي في رقبتها وبتفعلها، وبتستغرب نوار وبيقول لها موتون ان ده العقد اللي بيربطهم مع اسيادهم، وبيطلع هو كمان من الماجوس. بيديها كيناتا الكاميرا وبيطلب منها انها ترجعها البيت، وبتروح هي وموتون وهي ماشيه بتتكابل وبتكون هتتقلب على وشها، لكن بيلحقها موتون وبيلحق الكاميرا قبل ما تقع. وبيقول ان هو لازم يرتب المكان بدل ما هو عامل زي مقلب الزباله كده.
وبيبدا ان هو يرتب كل حاجه وينظم المكان كله في وقت قصير. بتقول نوار انها عايزه تبقى زيه وتعمل اللي هو بيعمله، وبيرد عليها وبيقول لها ان اي ماجوس يقدر يعمل اللي هو بيعمله، وممكن لو استعادت ذكرياتها ترجع لطبيعتها وتقدر انها تعمل كل حاجه. بنروح لكناتا وطوكيو وبياخدوا طوكيو للحانه اللي بيسهر فيها، وبيكون كناتا متردد وبيقول ان هو لازم يرجع البيت. بيرد عليه وبيقول ان هو لو رجع يشغل نفسه بالافكار والهم زي ان ازاي نوار هترجع ذكرياتها، وانها لو استعادتهم اكيد هتبقى عايزه ترجع لسيدها القديم. بيقطعوا كناتا وبيقولوا ان هو ما كانش بيفكر في ده كله. وبنشوف واحده من الماجوس وبتكون بتاكل خضار والكل مركز معاها وبيستغربوا منها جدا، واول ما بتخلص طبقها بيجيبوا لها واحد تاني بنوع خضار مختلف، وبيكونوا إيلي وإنجي موجودين. وبتقول إيلي انها بتاكل الحاجات دي مره كل شهرين اصلا. بتقوم الماجوس الغريبه وبتقول لاشخاص تانية ان هم مساكين وانها ممكن تعطف عليهم باكلها الصحي والطازه. بيتحمسوا وبيوافقوا على طول، وبتاخد الطبق وبتحطه على الارض وبيتضايقوا جدا وبيقولوا لها انت جايه تستهزئي بينا ولا ايه. بيروح لهم طوكيو وبيرفع الطبق من على الارض برجله وبياكل هو الجزره كلها، وبيتفاجئ اول ما بيشوفها وبيطلع عارفها، وبتكون اسمها دولتشي ومن ملجأ باكارات. بيقول لها انها اتغيرت جدا وبيفتكر شكلها وهي طفله بريئه، وبيقول لها ده معناه ان رانجي كمان رجع مش كده. بيدخل رانجي على السيره وبتساله دولتشي هل استعاد ذكرياته الجميله في ملجأه القديم. بيرد عليه وبيقول لها ان الملجأ ممل وكئيب زي زمان، وبياخد باله من طوكيو وبيقول ان هو بقاله كتير ما شافوش. بيعمل نفسه مش عارفه وبيستفزه وبيقول له فكرني بنفسك كده تاني. بيقول له كناتا بصوت واطي ما انت لسه قايل اسمه من شويه، ما توديناش في ده الله يخرب بيتك. فبيقول له طوكيو خلاص افتكرتك انت الراجل اللي اتطرد من بلده بعد ما كل علقه السخنه من مايكل علشان كان بيحاول يتحرش بماليه مش كده. بيتعصب رانجي وبيحاول يتمالك اعصابه وبيقول ان هو دلوقتي بقى شخصيه مهمه في عيله نيبيولو في ملجأ باكارات وما بقاش مهتم بالحاجات التافهه دي. بتوقف إيلي قدامه وبتقول له احنا مش طردناك من الفرقه خلاص عايز ايه تاني. بيضحك رانجي وبيقول ان هو كان سايبها عيله صغيره ودلوقتي بقت بتتكلم وتبجح كمان. بيشوف كناتا وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا وانت مش من الجوالين حتى. بتزعق له إيلي وبتقول له ان هو جوال ماهر وكمان بقى عنده مجوس. بيرد عليها وبيقول لها الله يكون في عونها المجوس المسكينه دي واكيد عايزه تهرب من سيدها الفاشل. بتقول له ان هو مش فاشل وقضى على وحوش من المستوى المتوسط لوحده. بيقاطعها وبيقول لها ان هو فاشل ولما عمل اختبار الانضمام للفرقه حصل على اقل درجه في التاريخ. بتتصدم إيلي وبتفضل بصه لكناتا وما بتبقاش فاهمه حاجه، وبيقول له رانجي يسلموا المجوس المسكينه اللي معاه دي وهو يلاقي لها سيد احسن منه. بعدها بيدخل مايكل واول ما بيشوفوا رانجي بياخد المجوس بتاعته وبيخرجوا، وبيقول مايكل مين ده كمان. بيرد عليه المجوس بتاعه وبيقول ان هو مساعد القائد السابق وانه هو اللي اتخلص منه بنفسه من سنتين. بعدها بيجمعهم طوكيو علشان يحتفلوا بكناتا انه انتصر في اول معركه ليه كجوال، لكن بيسيبهم كناتا وبينزل من غير ما ياخدوا بالهم. بيرجع البيت وبيكونوا نوارة وموتون مستنيينه، وبيقول ان هو يبدا الاول باصلاحات التابوت، وبيقول له موتون ان هو يساعده. بتقول لهم نوارة وانا هعمل ايه بقى؟ بيرد عليها وبيقول لها انها مش مطلوب منها تعمل اي حاجه، وبتقعد تتفرج عليهم وهم بيصلحوا التابوت لحد ما بتنام. بتصحى في نص الليل وبتلاقي كناتا نايم على الارض قدام التابوت وبيخرف بكلام مش مفهوم. وبيجي تاني يوم وبنشوف إيلي حزينه جدا وبتفضل تقول انا عايزه اموت. بتقول لها انجي انها قالت الجمله دي 70 مره لحد دلوقتي وانها لازم تروح لكناتا وتواسيه بدل ما تقعد تصيح هنا. بيروحوا الاثنين لكناتا وبيلاقوه عمال يلف حوالين نفسه وبيقول لهم ان هو مش لاقي نوار وحتى الكاميرا اختفت. وبتقول له إيلي ما يقلقش وانها تدور عليها في كل مكان. بتمسكها انجي وبتقول ان هم هينقسموا وهيدوروا عليها كلهم. وبنشوف نوار في المدينه وبتفضل تلف على كل التجار علشان تصلح الكاميرا لكن محدش بيفيدها، ومعظمهم بيكونوا اول مره يشوفوا الجهاز ده اصلا. بيكونوا رانجي ودولتشي ماشيين في نفس المكان وبيشوفها رانجي وبيقول شكلها مجوس تايهه وبيروح وراها على طول. بتديله الجهاز وبتساله لو يعرف يصلحه وبيستغرب وبيقول لها ايه قطعه الخرده دي. بترد عليه وبتقول انها تخص كيناتا. بتتفاجئ دولتشي وبتقول معقوله تكون هي الماجوس الخاصه بكيناتا اللي قالوا عليها. بيضحك رانجي ضحكه خبيثه وبيقول لها تسيب الموضوع ده عليه وانه عارف الجهاز ده يتصلح فين. بيكونوا الثلاثه لسه بيدوروا عليها لكن ما بيلاقوش ليها اي اثر، وبيتواصل معاه الولد بتاع الاخبار واللي بيراقب المدينه كلها وبيوري له نوار وهي بتركب حافله رانجي الضخمه. بيتصدموا كلهم وبيقول كيناتا انه كان عنده حق فعلا وانه هيكون من الاحسن انها تلاقي سيد اكفأ منه. بتقول له ايه الكلام الغبي اللي انت بتقوله ده؟ اكيد رانجي خدها علشان تروح معاه. بيروح لهم طوكيو وبيقول لهم ان هم لازم ينقذوها من رانجي ويرجعوها. وبنروح لرانجي وتولتشي وبتقول الغبيه دي ما خدتش بالها حتى اننا خدعناها. بيرد عليها وبيقول لها ان هو هيلاقي لها سيد احسن منه واكيد هيطلبوا فيها مبلغ محترم. بتكون نوار مع مجموعه من الماجوس وبتروح لها واحده منهم اسمها سي وبتشوف الكاميرا اللي معاها وبتسالها نوار لو تعرف تصلحها. بتكون هي الوحيده اللي عرفت انها كاميرا وبتقول لها انها مش بايظه وبطاريتها خلصت بس مش اكتر. بتستغرب
وبتستخدم قوتها وبتشحنها والكاميرا بتشتغل فعلا. وبيكونوا كيناتا والباقيين ورا حافلة رانجي بصاروخ من صواريخ مايا. وبيتفاجئ رانجي وبيأمر رجالته ان هم يضربوا عليهم، لكن بيتفادوا كل المتفجرات. وبيكون طوكيو متحمس جدا ان هو يقاتلهم. بيخرج لهم رانجي التوابيت وبيقول طوكيو ان هو يتولى امرهم. وبيكون كيناتا محتاس لوحده على الصاروخ وبينزلهم. بيسيبه هو كمان وبينط على الحافله وبيلاقي رانجي قدامه، وبيهجم على رانجي على طول وبيوقعه وبيقول ان هو كمان ما يستاهلش التابوت القوي ده، واحسن له يسلمه له ويمشي من هنا من سكات. بيرد عليه وبيقول له على جثتي، انا صنعت التابوت ده مخصوص علشان نوار ومستحيل اتخلى عنها وعن التابوت. بتسمع نوار الحوار اللي بينهم وبتستخدم قوتها وبتكسر الباب، وبتقول ان كانت محتاجه ولازم تروح له. بيوقعوا رانجي من على السكه الحديديه، لكن بتلحقه نوار في اخر لحظه وبتفعل قوتها في التابوت. بينزل له رانجي وبيفضل وراه، لكن بيقدر كانتا ان هو يتفاداه باحترافيه بعد ما نوار فعلت قوتها، وبيقدر ان هو يهزمه بضربه واحده بس. وبيكون رانجي مصدوم من اللي حصل ومش مصدق ان هو هزمه، وبيطلب المساعده من باقي توابيته، لكن بيكون طوكيو هزمهم كلهم وكمان دمر الحافله بتاعته. بياخد دولتشي وبيهربوا، وبتدي نوار الكاميرا لكيناتا وبتقول له ان السيل صلحتها. بيستغرب كيناتا لكن ما بيلاقيش اي حاجه متخزنه عليها، وبيقول لها ما تقلقش انه يفضل معاها لحد ما تستعيد كل ذكرياتها وترجع لسيدها الاصلي. بترد عليه وبتقول انها عايزه تفضل معاه هو، وانها عايزه تستعيد ذكرياتها علشان تساعده في التنظيف والاصلاحات. بيتفاجئ كيناتا وكان فاكر انها عايزه تستعيد ذكرياتها علشان ترجع لسيدها الاصلي. وبيجي تاني يوم وبتكون إيلي عندها مهمه جديده، وبتروح لكيناتا علشان تطلب منه ان هو يساعدها في مهمتها. بيكلمها الواد بتاع الاخبار وبيقول لها تخلي بالها لو هتخرج بره البلد، لان الوحوش احتمال يهجموا عليهم الليله. بيوصلوا بيت كيناتا لكن مش بيلاقوه، وبتكون نوار بس اللي موجوده. بيكون طوكيو كاتب لهم رساله ان هو خد كيناتا معاه علشان يخرجوا ويعرفوا على بنات. وبتتعصب إيلي وبتقول لهم ينقلوا التابوت بتاعه على الحافله ويروحوا معاهم. وبتتاسف لنوار انها خدتها معاها هي كمان، وبتقول لها انجي ان إيلي قلقانه على حبيب طفولتها انه يعرف بنات غيرها. بتستغرب نوار وبتقول حبيب طفولتها ازاي. بترد عليها إيلي وبتقول لها ان هم اتربوا مع بعض، وانه ما اتغيرش ابدا طول عمره، وكان عيل فاشل وما يعتمدش عليه، لكنه ما بيتخلاش عن احلامه ابدا. وبتشكرها انها بقت المجوس الخاصه بيه. بتعطيهم انجي وبتقول لهم ان في حاجه غريبه قدامها، وبتكون بنت غريبه وماشيه ببطء. بياخدوها معاهم وبتقول لهم انها اسمها الشيني. بتقول لها إيلي انها رعبتهم بمشيتها المريبه، وان هم كانوا مفكرينها دميه، وان دلوقتي الوقت خطير جدا والوحوش ممكن يهاجموها وهي لوحدها. بتقول شيني ان السيد بتاعها نسيها وراح الملجأ من غيرها، وبتقول لهم مواصفاته انه شخص خطير جدا وما حدش يقدر عليه وبيهزم كل الاعداء. بتبص لنوار وبتقول لها انها شبه البنت الجميله اللي سيدها بيدور عليها، وبيكون سيدها في نفس الملجأ اللي كانت فيه. وبيكون طوكيو سابه لوحده، وبيكون بالصدفه قاعد جنب السيد الغريب اللي شيني قالت عليه، ومن شكله بيكون باين عليه انه شخص خطير فعلا. لكن بيفضل يتكلم مع كيناتا كانه واحد صاحبه. بيقول له كيناتا ان هو اول ما شافه كان فاكره شخص مغرور، لكن بعد ما اتكلم معاه اكتشف ان هو شخص لطيف. بيرد عليه وبيقول انه كل اتباعه قالوا عنه نفس الشيء في الاول، لكنه في الحقيقه شخص عادي وبيفتح قلبه للناس كلها. بنرجع لإيلي والباقيين وبيكونوا قربوا على مكان الملجأ، لكن بترصد انجي مجموعه كبيره من الوحوش. وبتقول إيلي ان هم لازم يواجهوهم، وبتطلب من نوار انها تسوق الحافله بدل انجي، لكن بتقول لها انها ما بتعرفش تسوق. بتتدخل شيني وبتقول انها ممكن تسوق هي، وبتوافق إيلي وبتاخد انجي وبيدخلوا التابوت وبيستعدوا لقتال الوحوش. بيروحوا شيني ونوار الملجأ وبيلاقوا كيناتا والسيد بتاعه في نفس المكان، وبيسمعوا انذار هجوم الوحوش. بيتصدم كيناتا لما بيشوف نوار وبيفضل يقول لها ان طوكيو هو اللي جابه المكان ده وانه ما يعرفش حاجه عنه. بتقاطعه نوار وبتقول ان إيلي بتقاتل الوحوش لوحدها، وبيتفاجئ وبيقول لها تقول له على مكانها بسرعه وانه هيقاتل معاها. بيودع الراجل الغريب وبيقولوا ان هم اكيد هيتقابلوا تاني، وبيخرجوا هم الاثنين. بيقوم الراجل وبيقول لها ان هم لازم ينضموا للمعركه هم كمان، وبنشوف إيلي محتاسه وسط جيش الوحوش وبتحاول انها تقضي على اكبر عدد منهم. فجاه بيظهر كيناتا في التابوت بتاعه وبيتاسف لها انه اتاخر عليها، وبيقول لها تسيب الباقي عليه. بتروح له وبتقول له انها تقاتل معانا الاخر، وبتشكره ان هو جه علشان يساعدها. بتقول له يحمي ظهرها، وبتنطلق ناحيه الوحوش وبيروح كيناتا وراها، وبتساعد نوار وبتحدد اماكن الوحوش وبيدمرهم كلهم. لكن بيكون في وحش غريب بيطير في الجو وبيفضل يتطوح يمين وشمال وما بيقدرش يصوب عليه، وبيكون اسمه وحش الحمم. فجاه بيظهر تابوت غريب وبينقذ كيناتا، وبيكون تابوت الراجل الغريب والشيني، وبيكون شكله مميز جدا ومختلف عن اي تابوت شافوه قبل كده، وبيقدر ان هو يطير في الجو وبيقضي على وحش الحمم الخطير في لحظه، وبيهجم على باقي الوحوش وبيخلص عليهم لوحده من غير مساعده حد منهم. ومره واحده بيطلع ضوء من التابوت على هيئه شيني وبيقضي على باقي الوحوش. بيتصدموا كيناتا وإيلي وما بيبقوش فاهمين ايه اللي بيحصل، وبتخرج شيني تاني وبيتمهد له الطريق قدامه، وبتحوله الجليد علشان يوصل للوحوش اسرع. وبعد ما بيقضي عليهم كلهم بيختفي من قدامهم في لحظه. بيجي تاني يوم وبيرجعوا المدينه، وبتقول إيلي ان هم هيقسموا ارباح المهمه 80% و20%، واكيد طبعا هتاخد هي 80% والا هتفتن
عليه وتقول لكل اللي في المدينه على المكان اللي كان فيه امبارح. بيتضايق كيناتا وبيقول لها تسكت خالص، وبيضطر ان هو يوافق على التقسيمه. بعدها بيروح لمام وبتتضايق اول ما بتشوفه وبتقول انها مش عايز تسمع القصه الخياليه بتاعته ومدينه استوار اللي مهووس بيها دي. بيقطع كيناتا وبيقول لها ان هو عايز يشتغل ويتمرن ويبقى اقوى، وبيتكلموا عليه الموجودين وبيقولوا معقوله طوكيو يكون اتخلى عن التابع الفاشل بتاعه ده. بيستهزئوا بيه وبيقولوا انه اكيد اتطرد ومش لاقي حد تاني يقبل بيه. بتزعلهم مام وبتقول لهم يسكتوا خالص ويخلوهم في خيبتهم الكبيره، وانها لو حكت لكيناتا على قصه فشلهم هو اللي هيتريق عليهم. وبيسكتوا كلهم وما بيتكلموش تاني فعلا. وبتقول لكيناتا انها عندها شغل ليه، لكن لازم الاول يتعلم ان هو يرد على اللي بيتريقوا عليه وما يسكت لهمش. بتديله مهمته وهي انه يخلص على الوحوش اللي في وادي توادرو. وبتكون في تقارير بتقول ان الوحوش بتظهر هناك بطريقه مش طبيعيه وظهورها ملوش علاقه بالطقس. بيروح كيناتا ومعاه طوكيو وبيقولوا انها تكون فرصه كويسه ليه ان هو يدور على كنز وهو بيتدرب. بيرد عليه كيناتا وبيقول ان هو ناوي يتغير تماما وانه مش هيفضل معتمد عليه هو ونوار للابد. بيشجعه طوكيو وبيقول له هي دي الروح المطلوبه، وبيقول له كيناتا انه مش عارف هو ليه جه معاه اصلا وانه كان عايز يعمل كل حاجه لوحده. بيرد عليه وبيقول له ان هم اصحاب ولازم يبقى معاه في اي حاجه بيعملها، وبيقول له ما يقلقش وانه مش هيتدخل في حاجه. وبيقول لنوار ان هو عايزها ما تساعدوش كتير، تراقب الوضع بس من بعيد، وانه مش عايز يفضل معتمد عليها هي كمان. بيحدد موتون اماكن الوحوش وبيقوم كيناتا على طول وبينطلق بالتابوت. بيستعد للهجوم وبيقول لنوار ما تتدخلش خالص وانه يقدر يصدهم لوحده. بيطلق عليهم النار لكن بيتفادوه بسهوله وبيهجموا عليه وبيوقعوه، لكن ما بيستسلمش وبيقوم تاني وبيحاول ان هو يقضي عليهم. وبيفلتوا منه اتنين وبيروحوا ناحيه الحافله. بيمثل طوكيو ان هو خايف وبيفضل يقول بصوت عالي حد يجي ينقذنا. بيتعصب كيناتا وبيتوتر جدا وما بيقدرش يركز على اهدافه. وفجاه بتحصل حاجه غريبه وبيلاقي ضرب نار جاي من فوق، وبيظهر تابوت تاني وفي بنت غريبه وبتطلع الماجوس بتاعتها في هيئه ضوء وبتقضي على الوحوش بسهوله. بيتصدم كيناتا وبيفتكر الرجل الغريب وانه عمل نفس الخدعه الغريبه. وبيقول طوكيو انه محدش يقدر يستخدم الموهبه دي غير الماجوس اللي من نوع الصفر. بيخرج كيناتا من التابوت بتاعه وبيقف قدامها وبيشكرها انها انقذته. وبتخرج البنت وبتروح له مره واحده بتكتفه وبتقول له ان هو غبي وانه كده يعتبر بيقدم حياته على الطبق لقائد تابوت ما يعرفهاش ولا عمره شافها قبل كده. بيتصدم كيناتا وبيقول لها تسيبه، وبيروح لها طوكيو وبيقول لها تسامحه وانه لسه جوال مبتدئ وما عندوش خبره. بترد عليه وبتقول ان هو باين عليه فعلا وانه محتاج معلم. بتخرج الماجوس بتاعتها من التابوت وبتمسك فيه هي كمان، وبعدها بيسيبوه وبتعرفهم القائد على نفسها وبتكون اسمها كلاوديا والماجوس بتاعتها اسمها فيلمي. وبتقول لهم كلاوديا ان هم بيحبوا يساعدوا الناس والجوالين الضعفاء، وبتطلب من كيناتا ان هو ينضم ليها ويساعدها. بيستغرب كيناتا وبيقول لها انها جواله ماهره كمان ومعاها ماجوس من نوع الصفر، فازاي بتطلب المساعده من جوال ضعيف ومبتدئ زيه. بترد عليه وبتقول ان هو يفهم كل حاجه لما يوصلوا وجهتهم. بينتقلوا لمكان غريب وواسع وبيشوفوا بلوره ضخمه جدا، وبتقول لهم كلاوديا انها مش عارفه تستخرجها بسبب ان المنطقه مليانه وحوش خطيره. بيرد عليها موتون وبيقول لها ان الموجات السحريه اللي خارجه من البلوره اكيد تجذب عدد كبير من الوحوش. وبتقول لكيناتا انها عايزاه يساعدها انها تخرج البلوره وتنقلها بامان. وبتقول ان هم يقسموا الارباح بتاعتها وانها بلوره مميزه جدا وجودتها كويسه، يعني حتى لو باعوها باقل سعر فهيكون مبلغ كبير. بيوافق كيناتا ان هو يساعدها وبيخيموا في المكان. وبتقول كلاوديا ان هم يبداوا شغلهم بالليل، وده لان الوحوش حركتها بتبطأ بالليل. وبتشرح له الخطه اللي هيمشوا عليها. بيقول موتون ان كده فاضل ان هم يحددوا مين هيواجه الوحوش ومين هيستخرج البلوره. بيقول لهم طوكيو ان هو ممكن يساعدهم ويواجه الوحوش اللي هتيجي من نقطه تانية. بتشكره كلاوديا وبتقول ان هي اكيد اللي هتتولى الدفاع الرئيسي، لكن بيقاطعها كيناتا وبيقول لها ان هو عايز يتولى مهمه الدفاع الرئيسي. فبتقول له ما تخليش مخيلتك تخدعك، مجرد اننا هنكون بالليل وان الوحوش بيكونوا اقوياء جدا برضه. وبتساله المستعد ان هو يخاطر بحياته. بيرد عليها على طول ومن غير تردد وبيقول لها ايوه. وبتوافق كلاوديا ان هو يتولى مهمه الدفاع وتستخرج هي البلوره. بيكونوا نوار وفيلمي بقوا اصحاب جدا، وبتفضل فيلمي تتكلم عن مغامراتها هي وكلاوديا. وبتكون نوار ساكته وبتسمعها وبس وما بتبقاش فاهمه نص كلامها اصلا، لكن بتقول لها فيلمي حاجه غريبه جدا وهي انها تقدر تمسح ذكرياتها في اي وقت لانها من الماجوس. ومره واحده بتشوف قدامها شخص غريب وكانه جزء من ذكرياتها. بيكون كيناتا بيعمل صيانه لتابوت كلاوديا وبتشكره وبتساله هل هيعمل صيانه لنوارا كمان، فبيرد عليها وبيقول لها لا وانها من نوع الصفر هي كمان. بتقول له ان قطع غيارهم وصيانتهم بتبقى غاليه جدا وانه لازم يخلي باله منها كويس جدا لان في ناس مستعدين ان هم يعملوا اي حاجه علشان يحصلوا على ماجوس من نوع الصفر. بيقلق كيناتا وبيقول لها ان بعيدا عن مهارته كميكانيكي لكنه مجرد جوال فاشل، وبتساله ليه كان عايز يبقى جوال اصلا. فبيرد عليها وبيقول لها ان هو بيحلم انه يزور مدينه استوار الاسطوريه، وبيسكت على طول وبيقول انها اكيد هتتريق عليه زي اي حد يعني، لكنها بتقول ان دي حاجه لطيفه جدا. بيتفاجئ وبيقول لها ان هي وطوكيو الوحيدين اللي ما اتريقوش عليه لما عرفوا. بتقول له ان كل الجوالين كرسوا حياتهم واحلامهم
من ضمن القتال، وده باين جدا في اسلوب القتال الخاص بيهم. بعدها بتودعه وبتقول له اشوفك الليله ولازم تبقى جاهز كويس. بيقعد كيناتا على الارض وبيفكر في كلامها، وبيجي اخر اليوم وبيكونوا الاتنين مستعدين لمهمتهم. بتبدا كلاوديا انها تستخرج البلوره من الارض، وبيكون كيناتا واقف في منطقه الدفاع الرئيسيه. بتحدد له نوار مكان الوحوش وبيستجمع شجاعته وبينطلق على طول، وبيبدا القتال وبتساعده نوار المره دي، وبيقدروا ان هم يقضوا على اول دفعه من الوحوش. بيحافظ كيناتا على هدوءه وبيقضي على باقي الوحوش اللي في المكان، وفجاه بيظهر قدامه وحش ضخم وما بيلحقش ياخد وضعيه الهجوم. بيدخل طوكيو وفي اخر لحظه وبيلبس في الوحش وبيبعدوا عن كيناتا، وبعد ما بيخلصوا على الوحوش بيرجعوا للمكان اللي هيقابلوا فيه كلاوديا، لكن بتكون خدت البلوره وخلعت. بتكلم وبعد كده وبتقول له معلش بقى انا محتاجه الفلوس لصيانه فيلمي، وبتقول له انها تستنى ان هو يحكي لها اكتر عن حلمه لما يتقابلوا المره الجايه، وبتقفل في وشه. بيتصدم كيناتا ما بيبقاش مصدق انها خدعتهم فعلا. وبيجي تاني يوم وبيكونوا لسه في نفس المكان. بيقول له طوكيو ان من قوانين الجوله ان هو ما يتخلاش عن حذره مهما حصل، وان ده كان درس قاسي بس كان لازم يتعلمه. بيرجعوا المدينه وبينسوا الموضوع، وبيكونوا كيناتا ونوارا بيتسوقوا وبيشتروا الحاجات اللي محتاجينها في البيت. وفجاه بيلاقوا البلوره الضخمه اللي استخرجوها من وادي توادرو، وكلاوديا سرقتها وهربت. بتكون كلاوديا في نفس المكان وبتاخد اجرها من مام، وبتقول لكيناتا ادي نتقابلنا تاني اهو. بعدها بيخرجوا وبتساله فيلمي لو لسه متضايق منهم، فبيرد عليها وبيقول لها ان هو نسي اللي حصل بالفعل، لكنه ما كانش متخيل ان هم يتقابلوا تاني بالسرعه دي. بتتجاهل فيلمي رده وبتروح لنوار وبتفضل تتكلم معاها، وبتقول له كلاوديا مش عايز نكمل كلامنا عن احلامك. فبيرد عليها وبيقول لها لا شكرا انا اتعلمت درسي خلاص، وحيلك دي مش هتدخل عليا تاني. وبتقول ان هو والماجوس بتاعته لسه ما عندهمش الخبره الكافيه، وانها تديله نصيحه واحده وهي انهم لازم يبقوا مترابطين وكانهم كيان واحد. وبتقول ان في مكان هيساعدهم ان هم يبقوا كيان واحد فعلا، وهو متاهه فيس، وان في اسطوره بتقول ان هم هيتحدوا للابد لو خرجوا من المتاهه دي سالمين. بيتفاجئ كيناتا ما بيبقاش عارف الكلام الصح فعلا ولا ده مجرد فخ تاني. وبيرجعوا البيت وبيفضل يفكر في كلامها وبيقول ان اكيد مش المتاهه اللي هتخليه اقوى. وبيقول ان ورا ان في طريقه تانية علشان يتحدوا مع بعض ويبقوا كيان واحد فعلا، وهي الوقت، وانهم يعملوا كل حاجه زي بعض، زي انهم ياكلوا نفس الاكل ويقضوا كل وقتهم مع بعض. بترد عليه نوار وبتقول له قصدك اننا نتجوز يعني؟ بيزورهم طوكيو وبيلاقيهم بيتصرفوا بطريقه غريبه وبياكلوا نفس الاكل وبيعملوا نفس الحركات بالظبط كانهم مبرمجين. بيستغرب جدا وبيقول لهم انتوا اتجننتوا ولا ايه يا عيال؟ بترد عليه نوار وبتقول له ان هم بقوا متجوزين، وبيتصدم وبيقول لها من امتى الكلام ده؟ بترد عليه وبتقول له من 17 دقيقه بالظبط. وبيجي تاني يوم وبتروح لهم إلي وبتتصدم لما بتلاقيهم نايمين جنب بعض وبتفضل تصرخ. بتصحى نوار الاول وبتقول لها ايه إلي تشرح لها ايه اللي بيحصل بالظبط. بترد عليها وبتقول لها ان هم بقوا متجوزين. بتتصدم اكتر وبتفضل تزعق لها، وبيصحى كيناتا على صوتها وبيقول لها انت بتصيحي كتير ليه يا بنت انت؟ وبعدها بيزهق كيناتا جدا وبيدرك ان الموضوع صعب، وبيقول ان هم اكيد مش هيفضلوا يعملوا نفس الحركات والتصرفات طول الوقت. بتقول نوار ان مفيش غير حل واحد وهي انهم يروحوا المتاهه، وبيقول لها انت هتصدقي كلام البنت النصابه دي؟ بترد عليه وبتقول ان هدفهم هم الاثنين ان هم يبقوا اقوى ولازم يعملوا اي حاجه علشان يحققوا الهدف ده. بيوافق كيناتا وبيروحوا فعلا المتاهه، وبنشوف كلاوديا بتتواصل مع شخص غريب وبتقول انها اقنعتهم وخلتهم يروحوا المتاهه والباقي عليه هو. لكن تفتكروا ايه اللي هيحصل لهم في المتاهه دي؟ بيبعت كيناتا رساله لطوكيو وبيقول له فيها ان هم في طريقهم لمتاهه فيس. بيستغرب طوكيو جدا وبيقول ان المتاهه دي ما فيهاش حاجه اصلا. بيقول موتو ان اكيد كلاوديا هي اللي اقنعتهم بالفكره دي، وبيروحوا لهم إلي وإنجي وبيسمعوا كلامهم. بيقول لها طوكيو تجهز وتبلغ مايكل كمان وان النهارده هيكون يوم شاق وممتع. بيوصلوا الاثنين لمتاهه فيس، وبيقول كيناتا ان شكلها زي الانقاض العاديه. بيدخلوا المكان وبيحسوا ان هم في قريه صغيره مش متاهه، وبيفضلوا يلفوا في المتاهه وبيرجعوا لنفس المكان في كل مره. فجاه بيظهر تابوت اسود وبيضرب عليهم نار. بيتفاجئ كيناتا وبيلف الناحيه الثانيه على طول وما بيبقاش فاهم ايه اللي بيحصل، وفجاه بيلاقي قدامه تابوت تاني وبيهاجموا. بيتفاداه بصعوبه وبيقول مالهم التوابيت دي وليه بيهاجموني؟ بيلاقوا فيهم طيارات توابيت وبيخاف جدا وبيقول انه كان بيسمع عنهم لكن دي اول مره يشوفهم في حياته. بيطلقوا عليهم التوابيت في كل حته وبيلاقوا نفسهم محاصرين ومفيش مجال للهروب. بيكتفوا التوابيت وبيفتحوا الصندوق اللي نوار فيه، وبيستوعب كيناتا ان هم بيستهدفوها هي. ومره واحده بيسمعوا صوت انفجارات وبيظهر طوكيو وبينقذوا منهم في اخر لحظه. بيتفاجئ كيناتا اول ما بيشوفوا وبيكونوا إلي ومايكل معاه. بتقول له إلي انت ايه اللي جابك هنا الله يخرب بيتك؟ بيرد عليها مايكل وبيقول لها انها المفروض تسال التابوت اللي بيراقبهم من بعيد ده مش كيناتا. وبيضرب على مبنى من المباني وبيظهر تابوت كلاوديا وبتضحك وبتقول لهم انها ما كانتش متوقعه ان هم يلاقوها بالسرعه دي. بيتعصب كيناتا جدا وبيطلع وراها وبيقول له طوكيو ان هم يتولوا امر باقي التوابيت وانه لازم يعلمها درس ما تنساهوش ابدا. بيفضل يجري وراها لحد ما بيمسكها وبيقول لها يعني ده كان فخ تاني وكنت
عايزة تخطفي النوار. بتحاول انها تفلت منه لكن بتفشل وبتستخدم قوة الضوء علشان تهرب، وبتقول ان مش هي اللي كانت عايزة تخطفها، وان في زبون ليها كان عايز ماجوس من نوع الصفر، وانه شخص غني جدا واكيد كان هيدفع فيها كتير، وانها عايزة الفلوس دي علشان تكمل صيانة فيلمي. وبتقول انها خدعته تاني لكنها ما كدبتش عليه لما قالت له ان الجوال والماجس لازم يبقوا كيان واحد. بتتحد مع فيلمي وبيهجموا عليه، وبيفضل كيناتا يفكر هيهزمها ازاي، وبياخد باله ان كتف التابوت بتاعها مخلوع، وبيقرر ان هو يستهدفها من المنطقة دي، وبيقول نوار خطته وبتقول انها تتولى مهمة التصويب. بيقدروا فعلا ان هم يهزموهم، وبتقول فيلمي انها مش مصدقه ان هم نالوا منهم بطلقة واحدة بس، وبتقول ان هو برع فعلا وان قوته اتحسنت كتير. بيقول لها كيناتا ان هو يعرف حد بيعمل صيانة للماجوس بتكلفة بسيطة وانها صاحبته وواثق فيها جدا وفي شغلها وانه ممكن يوصيها عليها، وبيكون قصده طبعا على ماريا. بتتفاجئ كلاوديا ان هو ناوي يساعدها بعد ده كله، وبتطلب منه انه يقول لها معلومات اكتر عنها. بعدها بتودعه وبتمشي وبتقول انها متاكده انها تقابلهم تاني قريب، وبيروحوا لهم طوكيو والباقيين، وبيقول له طوكيو انتقمت منها ولا لا. بيرد عليه وبيقول له ان هو انتقم بس بطريقته الخاصه. بتروح له إلي وبتكون متوترة جدا وبتطلب منه ان هم يعدوا من المتاهة سوا علشان يبقوا كيان واحد، وبيبص كيناتا حواليه وبيقول هو ونوار في نفس الوقت ان المكان كله اتدمر وما بقاش متاهة اصلا. بتتضايق إلي ان هم اتكلموا في نفس الوقت، وبيفضل طوكيو يضحك عليه. وبعد كام يوم بيخرجوا في رحلة البحث عن الكنز، وبعد شغل يوم كامل بيلاقوا بلورة واحدة صغيرة، وبيقول طوكيو ان البلورة دي يا دوب تكفي مشروبات ليلة واحدة. وبيرد عليه وبيقول ان هم مش لازم يضيعوا كل فلوسهم على الشرب. وفجأة الدنيا بتمطر وبيدخلوا الحافلة على طول، وبيقول موتون ان الوحوش ممكن يظهروا في اي وقت ومش هيقدروا يرجعوا المدينة دلوقتي. بيستخدم طوكيو قوته وبيقول لهم ان في ملجأ اسمه باكارات قريب منهم ممكن يحتموا فيه من المطر. بنروح لإيلي وينجي وبتكون إيلي قلقانة عليهم وبتقول يا ترى هيبقوا كويسين في الجو ده ولا لا. فجأة بيبعت طوكيو رسالة وبتقول ان هم لو كانوا جابوا سيرة ربع جنيه ما كانش جه، وبيقول لها في الرسالة ان هم يقضوا الليلة في ملجأ تاني. بيوصلوا لملجأ باكارات وبيكون كله عبارة عن مصارعات بين التوابيت ومراهنات. وبيقول طوكيو ان الملجأ ده مشهور باسم ملجأ الجشع، وان مفيش اي حدود هنا وكل حاجة ماشي بالمراهنات. بيبيع البلورة اللي لقوها وبيدي الكيناتا جزء صغير من الفلوس، وبياخد هو الجزء الاكبر وبيقول له يستمتع بوقته على قد ما يقدر وبيسيبه وبيمشي. بتقول إيلي انها متأكدة ان طوكيو هيعمل اي حاجة علشان يحقق ثروة كبيرة بالمراهنات، وبترد عليها انجي وبتقول لها ان هو عيل فاشل ومش بايد يخسر هدومه في المراهنات دي اصلا. وده اللي بيحصل فعلا، وبيخسر طوكيو كل المراهنات اللي بيدخلها وما بيتبقاش مع اي حاجة تاني يبيعها. بيروحوا كيناتا ونوار المطعم وبيلاقوا بنت جميلة بتغني وبتطلع السيل اللي صلحت الكاميرا لنوار، وبعد ما بتخلص غنى بتروح لهم وبتقول لنوار انها مبسوطة ان هم تقابلوا تاني، وبتتعرف على كيناتا وبتسألهم لقوا ايه في الكاميرا. بترد عليها نوار وبتقول لها ان كل حاجة كانت ممسوحة، وبتاخدها منها وبتصورهم هما الاتنين، وبتقول لها ان الذكريات دي مهمة واكيد هتحتاجهم في يوم من الايام. بيسألها كيناتا مين السيد بتاعها، فبترد عليه وبتقول انها لسه ما عندها السيد، وعلشان كده بتلف العالم وبتغني على امل انها تقابل السيد اللي بتحلم بيه. بنشوف إيلي مع مايكل وبتقول ان هم في ملجأ باكارات بحجة ان هم يلاقوا مأوى من المطر، لكن دي اكيد كذبة وده كان هدف طوكيو من الاول. بيكون الملجأ ده اللي فيه رانجي، وبتقول لهم انجي ما يقلقوش وانها متأكدة ان رانجي دلوقتي تايه في الغابة ومش عارف يرجع. وبيكون فعلا هو ودولتشي في الغابة، وبيكونوا الوحوش دمروا كل الامتعة بتاعتهم اللي كانت موجودة معهم. وبعد ما طوكيو دمر كل توابيته والحافلة بتاعته بقى هو محتاس في الغابة ومش عارف يعمل ايه. بنرجع لكيناتا ونوار وبتفضل طول الوقت بص لصورتهم. بيروحوا يلعبوا وفجأة بيلاقوا الراجل الغريب وشيني، وبيقولوا ان هو كان متأكد ان هم هيتقابلوا تاني وانه شكله متوتر، واكيد دي اول مرة يلعب الالعاب دي فيها. بيلعبوا الاتنين وبيقفوا نوار وشيني مع بعض، وبتسألوا شيني ايه اللي جابهم هنا. بترد عليه وبتقول لها ان هم غلطوا في توقع الارصاد وفضلوا في الغابة لحد ما الدنيا مطرت وده كان اقرب مكان ليهم. وبتسألها هي كمان نفس السؤال، فبترد عليها وبتقول لها انها بتدور على المفتاح اللي ضاع من السيد بتاعها، وان المفتاح هو نقطة ضعفه وانه من غيره عامل زي الطفل التايه. بنشوف رانجي ودولتشي في المطعم وبيفضلوا ياكلوا كانهم ما شافوش اكل قبل كده، وبيقول ان ده اسوأ يوم في حياته وانه كمان اتهزأ من الرئيس بتاعه وللاسف لازم يشتري تابوت جديد. فجأة بيسمعوا صوت سيل بتغني وبيتفاجئ رانجي وبيفتكر انها كانت من المجوز اللي خطفهم وهي اللي ساعدت نوار تهرب من الحافلة. بيضحك ضحكة شريرة وبيقول اخيرا لقيتك. بنشوف كيناتا وبيكون خسر كل فلوسه هو كمان وبيكسبوا الراجل الغريب، وفجأة بيسمعوا صوت رانجي والسيل وبيقول لها ازاي تجرؤي انك تهربي مني وانت ملكي انا. بيسألوا كيناتا وبيقول له سيبها في حالها، وبيستغرب رانجي وبيقول له هو انتوا كمان هنا. بيعرض سيل للبيع وكل اللي موجودين بيكونوا عايزين يشتروها، وبتحاول سيل انها تهرب منهم لكن بتوقع دولتشي وبتحط طوق غريبة على رقبتها علشان ما تهربش. بيعمل رانجي مزاد عليها وبيكون كيناتا عايز يشارك فيه لكنه بيكون خسر كل فلوسه. بتقول له نوار يسيب الموضوع ده عليها، وبتدخل الرهان بالكاميرا وبيكون عبارة عن قتال جماعي بين التوابيت، وبيقول لها كيناتا ما تقلقش وانه هيكسب علشان يرجع لها الكاميرا وينقذ سيل كمان. بتبدأ المعركة وبيقدر كيناتا ان
هو يفضل للاخر وما بيبقاش قدامه غير تابوت واحد، لكن بيطلع تابوت قوي وما بيقدرش ان هو ياثر فيه بالبندقيات بتاعته. بتساعده نوار وبتقول له يمشي ازاي بالظبط، وبيقدر اخيرا ان هو يفشه وبيلبسه في الحيطه وبيهزمه. بيكسب كيناتا الرهان وبيقول اخيرا نحرر سيل، لكن فجاه بتحصل حاجه مش متوقعه وبيطلع رانجي بتابوت جديده ومعاه توابيت تانيه، وبيقولوا ان هو لازم يهزمه من الاول، وانه قال ان اي حد هيقدر يشارك في الرهان في اي وقت. بيحصروه التوابيت من كل ناحيه وبيقول له رانجي ان هو عيل فاشل ومهما حاول مش هيقدر ينقذ حتى ولا حتى نفسه. لكن فجاه بيظهر وسطهم التابوت الابيض بتاع الراجل الغريب وبيبعدهم كلهم بسهوله. بيتصدم كيناتا وبيقول له الراجل ان هو يتولى امر التوابيت الصغيره، لكن بيكون كيناتا لسه ما يعرفش ان الراجل الغريب اللي كان بيلعب معاه هو صاحب التابوت الابيض. وبيروح هو ورا رانجي وبيقولوا ان هو مش هيسمح له انه يقضي على حلم سيل. بيقول له رانجي ان هو مش عارف اصلا ازاي عيل فاشل زيه يبقى من الجوالين، وانه يقضي عليه هنا ومش هيخلي فيه حته سليمه. بيرد عليه وبيقول له يستهزأ بيه براحته، لكنه ينقذ سيل ومش هيسمح له ان هو يحرمها من حلمها. بيهجم عليه رانجي وبيقولوا ان هو ما عندوش غير الكلام لكنه مش هيقدر يعمل حاجه فعلا. لكن فجاه بتحصل حاجه غريبه جدا وبتحس نوار بألم شديد وبتصرخ بصوت عالي. بتخرج من التابوت وبيظهر حواليها ضوء غريب وقوي جدا وبتهجم مره واحده على رانجي ودولتشي وبتدمرهم تماما. بيتصدموا كل اللي موجودين وما بيبقوش فاهمين ايه اللي حصل. بتقول دولتشي ان هم اتهزموا هزيمه وحشه جدا. بيرد عليه رانجي بالعافيه وبيقول ان هو هيندمهم على اللي عملوه ده. بيقول التابوت الابيض لكيناتا ان هم اكيد هيتقابلوا تاني وبينسحب من المعركه بعد ما بيكون قضى على كل التوابيت الصغيره. بيحرروا سيل وبتقول لهم انها مش عارفه تشكرهم ازاي، وبيقول لها كيناتا انها دلوقتي حره ومحدش هيقدر يهزيها تاني. بتقول لهم نوار انها عايزه تاخد صوره معاهم وبتلقط الصوره بسرعه قبل ما كيناتا ياخد باله، وبعدها بيودي نوار للصيانه وبيكون قلقان جدا وبيفضل يتاسف لها ويقول لها ان هو لو كان اقوى ما كانش دخلها في الحوارات دي كلها. بتضربه ماريا على دماغه وبتقول له يبطل افوره وان دي مجرد اعمال صيانه هتاخد ليله واحده بس، وبتقول له انت مش واثق في اصلاحاتي ولا ايه؟ بيقول يا ريتني كنت بفهم في اعمال الصيانه ما كنتش جيت لك ابدا. بتتجاهله وبتطلع ازازه تشربها وبيزعلها وبيقول لها ما تسوقش وهي سكرانه. بيروح لهم موتون وبيقول ان هو اللي هيسوق وانه يروح معاهم علشان يعمل شويه اصلاحات هو كمان. بيودعوه وبيمشوا وبيكون كيناتا حزين جدا ان نوار هتمشي وتسيبه. بتراقبه إلي وبتقول لإنجي ان كيناتا هيبقى لوحده الليله دي ودي فرصتها المثاليه انها تروح له وتساعده في الاعمال المنزليه. بتقول لها إنجي ان هي نفسها ما بتفهمش في الاعمال المنزليه اصلا وان كيناتا عايش لوحده بقاله فتره، يعني اكيد مش محتاج حد ينظف معاه، وانه كان قدامها طول السنين اللي فاتت دي قبل ما نوار تظهر وما كانتش بتحاول انها تقرب منه. بتتعصب إلي وبتفضل تعيط زي العيال الصغيره وبتقول لها انها تنفذ خطتها مهما حصل. بتدخل الورشه بتاعته لكن بتلاقي كل حاجه في مكانها والمكان كله نظيف وما بتبقاش مصدقه ان دي ورشه كيناتا اللي كانت على طول متبهدله. فجاه بيلاقوا سيل خرجت لهم وبتنادي على كيناتا وبتقول له ان في ضيوف عايزينه. بتتصدم إلي وبتهب ساكته وبيفوقوها وبيحكي لهم كيناتا اللي حصل وانها بتساعده في اعمال البيت علشان هو انقذها من رانجي الشرير. بتقول له إلي ان هو دايما بيحشر مناخيره في الحاجات اللي مالوش فيها، وبتقول سيل انها استغلت الفرصه ويمكن تلاقي سيد مناسب ليها هنا. بتقوم تعمل لهم حاجه يشربوها وبيروح كيناتا وراها علشان يساعدها لانها ما تعرفش اماكن الحاجات بتاعتها. بتتضايق إلي جدا وبتضايقها إنجي اكتر وبتقول ان هم لاقيينها على بعض جدا، وبتقول لها ما تقلقش وان هم في الاول والاخر مجوس ومش من البشر وما قربوا منهم مش هيكونوا زيهم ابدا. وبعد ما بيمشوا بتحضر سيل الاكل وبيقول كيناتا ان هو بقاله فتره كبيره ما اكلش اكل بيتي وبيعجبه الاكل جدا. بعدها بتقوم بباقي الاعمال وبتنظف كمان التابوت بتاعه وبيقول لها انها شاطره في حاجات كتيره جدا عكس نوار وانها ما بتعرفش تعمل اي حاجه غير قتال. بترد عليه وبتقول ان كل المجوس يقدروا يقوموا بكل الاعمال وان نوار ممكن ما تكونش في احسن حالاتها دلوقتي لكن اول ما ترجع من الصيانه هتبقى كانها جديده. وبيقول لها ان هم لقوها في البريه وسط الانقاض ولحد دلوقتي لسه ما لقوش السيد الحقيقي بتاعها. فبتقول له ان هم لو لقوه ممكن نوار تسيب. بيرد عليها وبيقول لها ان ده يكون اختيارها هي وانه هيوافق على اي حاجه. بتقول له ان هو شخص طيب جدا ولا لو ده حصل فهتاخد هي مكانها على طول لحد ما تلاقي السيد المثالي ليها. بيجي اخر اليوم وبتقول له سيل ان المجوس ما بيناموش زي البشر وبيقول لها ان هو عمل سرير مخصوص لنوار لانها بتنام كتير جدا يمكن اكتر منه. بتستغرب سيل وبتقول له ان هم شبه البشر لكنهم مش زيهم وما عندهمش مشاعر وما بيحتاجوش للنوم. وبتقول له ان هو شخص غريب جدا وبيعاملهم على انهم بشر. بيرد عليها وبيقول لها ان امه اللي ربته كانت مجوس فده شيء طبيعي بالنسبه له وانه شايف فعلا ان مفيش فرق بين الاتنين. وبيقول انه مش فاكر مين امه اللي خلفته وعلشان كده بيعتبرها هي امه الحقيقيه. لكن في يوم من الايام حصلت كارثه كبيره وسابوه الاتنين علشان يقتلوا وحش ضخم لكنهم ماتوا في المعركه. وبيقول لها ان هو كان بيحب امه جدا وعلشان كده يحقق حلمها ويزور مدينه استوار الاسطوريه. بينام كيناتا وفي نص الليل بتخرج سيل وبتبعت رساله لشخص تاني عن مفتاح المدينه. لكن تفتكروا ايه معنى الرساله دي وهل ممكن تطلع مجوس شريره وتغدر بكيناتا؟ بيجي تاني يوم وبتنظف سيل المكان وهي ساكته وبيستغرب كيناتا وبيقول لها ان هو حاسس انها فيها حاجه غريبه وانها بتنظف المكان من غير ما تغني كعادتها. بترد عليه
وبتقول انها في احسن حال وبترجع تاني للتنظيف. بيقابل كيناتا اصحابه وبيقول لهم اللي حصل وبتكون إلي فرحانه فيه. بتبعت ماريا رساله لطوكيو وبتعزمه على مشروب، لكن بيقول انه مش عارف البت العبيطه دي عايزه مني ايه وبيرفض دعوتها. بيتعصب مايكل جدا لانه بيحب ماريا وبيقول ان هو بيغير منه ومش عارف البنات بتبصوا له على ايه. بتقول إلي لكيناتا ان ممكن سيل تكون لسه مش متعوده على المدينه بتاعتهم والوضع هنا جديد عليها. بعدها بيخرج كيناتا وبياخد حافله طوكيو وبينقل سيل وبتساله هياخدها على فين وبيرد عليها وبيقول لها انها تعرف كل حاجه. بعد شويه بنعرف ان السيل غدرت بيهم فعلا وبلغت عن مكان نوار وبتطلب منهم ان هم يتحروا عن سيدها الصعبه وبتقول لهم ان اسمه باسكالي وان كمان كيناتا شخص خطير لانه بيدور على مدينه استوار الاسطوريه ولو رفض ان هم يقبضوا على نوار فلازم يخلصوا منه فورا. بنرجع للوقت الحالي وبتكون سيل حزينه جدا وبتقول لنفسها ان مفيش غير بحار من اليأس مستنياه وبتقرب منه وبتقول انها تخليه ينام شويه بس ولما يصحى تكون نوار مش موجوده. لكن قبل ما تلمسه بيقف فجاه بالحافله وبتقع سيل على الارض. بينزلوا من الحافله وبتستغرب سيل من المكان وبيكون فاضي وما فيهوش اي حد. فبيقول لها في الوقت ده ان هو اكتشف لما كان في مهمه انه هيكون مناسب جدا انها تغني فيه بأعلى الصوت واكيد ده يخليها مبسوطه وهيرجع لها شغفها من تاني. بتتصدم سيل وبتتاثر جدا وبتبدا انها تغني وبيفضل كيناتا يسمعها وبيفتكر كل ذكريات طفولته. والوقت بياخدهم وفجاه الدنيا بتمطر وبيلاقوا عدد كبير من الوحوش داخلين عليهم وبيكونوا من نوع رواد الفضاء. بيتفاجئ كيناتا وبيطلب منها انها تساعده وبتوافق وبيدخلوا التابوت. بتاخد سيل مكان نوار وهي اللي بتوجهه في القتال وبيكونوا متوافقين مع بعض رغم ان دي اول مره يقاتلوا سوا وبيقدروا ان هم يقضوا على جيش كامل من الوحوش. بيرجعوا البيت وبتكون نوار رجعت كمان وبيقول له موتون ان ماريا قالت انها ما فيهاش اي حاجه غريبه وغير العادي وبيديله الشريحه اللي عليها كل التفاصيل. بتفضل سيل معاهم وبتقول لنفسها انها اول مره تحس بمشاعر حقيقيه وانها مش عايزه تبقى مجرد اداه بعد كده وان كيناتا هو السيد المثالي ليها. وبعد كام يوم بيكونوا كلهم في الحافله ومعاهم كلاوديا وفيلمي وماريا كمان وبيقول لهم كيناتا يستعدوا لرحلتهم وبينطلق. لكن بتحس إلي ان في حاجه غريبه وبتروح له وبتساله هيروحوا فين. بيرد عليها وبيقول لها ان طوكيو بيكسب فلوس كويسه مؤخرا وجاب لهم تذاكر لمهرجان الميه وعلشان كده جمعهم كلهم. بتروح لإنجي وبتقول لها انها حاسه انها كانت تعرف حاجه عن الموضوع ده وبتتضايق انها ما قالتلاش علشان تعمل حسابها وتلبس لبس حلو. بتقول كلاوديا لكيناتا انها مدينه ليه ان هو عرفها على ماريا وانها طلعت مصلحه ممتازه فعلا وبتقول انها مستغربه ان هو دعاهم هم كمان للرحله دي. بيرد عليها وبيقول لها ان هو شاف ان هي وماريا بقوا اصحاب وعلشان كده دعاها. بتساله إلي عن سيل وبيقول لها انها عندها شويه مهام مش تقدر تيجي معاهم وبيوصلوا المكان وبيكونوا كلهم متحمسين جدا. بتقول فيلم ان دي اول مره في حياتها تشوف حمام سباحه وبيغيروا لبسهم علشان ينزلوا الميه. بتنزل نوار وبتسيب نفسها لحد ما بتبقى في القاع وبيخاف كيناتا وبيفضل ينادي عليها. وبتقول إنجي انها ما عندهاش برنامج السباحه زيهم. وفجاه بتتحرك نوار تحت الميه بسرعه جدا وبيضحك كيناتا وبيقول انها بتسبح زي الغواصه وبيقول ان هو مش هيتريق عليها تاني علشان هو ما بيعرفش يعوم. فجاه بتحصل حاجه غريبه وكأن المكان اتقفل عليهم وبتظهر اضواء كتيره في كل حته. بيطلع لهم طوكيو وبيقول لهم ان هو عامل لهم مفاجاه كبيره وجايب لهم ضيف مميز هيخلي المهرجان احسن مهرجان حضروه في حياتهم والضيف ده هو مغنيه مشهوره وبتطلع سيل. بيصدم كيناتا اول ما بيشوفها وما بيبقاش فاهم حاجه وبتبدا الحفله وبيكونوا كل اللي موجودين مستمتعين بيها وبيغنوا معاها. وبتشوف كيناتا وبتشاور له بيكون مايكل واقف وراه وبيفكرها بتشاور له هو وبيطير من الفرحه وما بيبقاش مصدق نفسه. بعد الحفله بتروح لكيناتا وبتقول انها كانت عايزه تفاجئه وان طوكيو هو اللي نظم المكان ده كله وكمان صمم لها لبسها. وبتقول ان هو لما قال لها ان هو بيحب اغانيها افتكرت حلمها الاساسي وهي انها تفضل تغني طول حياتها والعالم كله يعرفها. بيرد عليها كيناتا وبيقول لها ان هو هيفضل معاها وهيدعمها لحد ما تحقق حلمها وتتشهر اكتر. وبتشوفهم إلي وبتتضايق جدا وبتسيبهم فجاه وبتجري. بيروح كيناتا وراها علشان يلحقها لكن بتتعصب اكتر وبترمي نفسها في الميه لكن رجلها بتتصاب وما بتقدرش تطلع تاني. بينط كيناتا وراها رغم انه ما بيعرفش يقوم وبينقذها وبتخلص الرحله وبيرجعوا المدينه وبتفضل إلي متضايقه من اللي عملته. بتقول لها ماريا انها المفروض تكون مبسوطه ان كيناتا كان خايف عليها وانقذها. فبترد عليها وبتقول لها انه كان باين انه معجب بسيل فعلا وانها ملاش اي فرصه معاه. بتفضل تعيط وتقول لها انها مش عارفه توري له وشها تاني ازاي وفي نفس الوقت فيها حاجات كتيره جدا عايزه تقولها له. بيلاقوا كيناتا ونوار قدامهم وبتقول لها ان هو جه علشان يطمن عليها. بيقعدوا مع بعض وبتشكروا إلي ان هو انقذها وبتقول له انها افتكرت انه هم صغيرين لما قال لها ان حلمه انه يزور مدينه استوار الاسطوريه. ساعتها اتريقت عليه وقالت له انها مش موجوده في الحقيقه اصلا. بتتاسف له انها اتريقت على حلمه واستهزأت بيه وبيتفاجئ كيناتا وبيفضل باصص لها وخلاص. وبيقول لها ان هو ممكن يكون اتضايق شويه ساعتها لكنه نسي بعدها وما فكرش في الحوار تاني بسبب انها كانت بتساعده كتير. بتتكسف إلي فجاه وبتروح لهم نوار ومعاها مسدس ميه وبتضرب على إلي لكن بتبعد على طول وبتيجي الميه على كيناتا وبتقول انها سمعت ان إلي بتخطط لمهاجمته. بتتفاجئ إلي وبتقول لها انها فهمتها غلط.